السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل النوتيلا بطريقة اقتصادية، حاجة كده حلوة وخفيفة، نعملها سندوتشات للأولاد للمدارس، او نستعملها على فطيرة، على توست، على حاجة كده ايه، تحلية يعني للأولاد. اول حاجة هنجيب بولة نظيفة، او هنجيب طاسة نظيفة او حلة، وهنضيف فيها ايه، هنحط نص كوباية لبن، زي ما انتوا شايفين معايا كده، نص كوباية لبن. هنضيف عليها نص كوباية سكر، هنحط عليها 2 باكو نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان بالبندق، نفضيهم عليهم ونشيل الحاجات دي ونوديها على النار. نقلبهم الأول على البارد وبعدين نوديهم على النار، بس ما نسيبهمش يغلوا على النار او ما نسيبهمش كتير، يا دوب يسخنوا كده لحد السكر ما يدوب، وبعدين نضيف عليهم 6 مكعبات شوكولاتة مبشورة او مقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنفضيها عليها ونقلب لحد الشوكولاتة ما تدوب خالص وتختفي قطع الشوكولاتة. بعدين نطفي عليها، او ممكن نطفي الاول وبعدين نضيف الشوكولاتة بردك عشان ما تمررش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلاص كده زي ما انتوا شايفين الشوكولاتة دابت معانا تماما، ما تبقاش منها حاجة. بعد كده هنجيب في الخلاط، او اللي هتعمل بالهاند بلندر هتجيب بولة نظيفة. انا هعملها في الخلاط. هنجيب كوباية لبن، نضيف كوباية سكر، عليهم كوباية لبن بودرة، بعد كده 2.5 معلقة كريم شانتيه او 3 معالق. هنضيف عليهم 4 معالق كاكاو خام، بعد كده نص معلقة ملح عشان تظبط الطعم. هنضرب كل المكونات دي في الخلاط لحد ما تدوب وتمتزج مع بعضها. بعدين هجيب الخلطة اللي انا سخنتها على النار، اللي هي الشوكولاتة المبشورة ونص كوباية سكر ونص كوباية لبن والاتنين نسكافيه القهوة سريعة الذوبان. هجيبهم واضيفهم على بقية الخلطة دي في الخلاط نضربهم حبة حلوين كده لحد ما احس ان هم امتزجوا خالص مع بعض وابتدوا يتقلوا زي ما انتوا شايفين. بصوا لما بتتقل في الخلاط بتبقى بتلف بالعافية. في المرحلة دي هضيف الزيت، يستحسن ان هو يبقى زيت ذرة او زيت عباد شمس، زيت نضيف يعني، ما نضيفش زيت تمون. نضيف تدريجي واحنا بنضرب، اثناء الضرب نضيف الزيت تدريجي لحد ما احس القوام تقل وبقى زي ما انتوا شايفين كده. نجيب البرطمانات غسلينها ومنشفينها كويس، ما فيهاش مية، ما فيهاش اي حاجة، ونحط فيها النوتيلا، نصب في البرطمانات نملاها، بعدين نحطهم في التلاجة يعني حوالي 2 أو 3 بالكتير. ممكن انت لو عاملاها بالليل وهتبات للصبح مش هيجرى حاجة برضو، كل ما هي تقعد في التلاجة اكتر هتمسك نفسها اكتر. شايفين شكلها جميل ازاي، ولونها تحفة، وقوامها ما شاء الله عليه. كده زي ما انتوا شايفين هغطي البرطمانات واحطها في التلاجة
بعد ساعتين اجيبها واوريها لكم. شايفين القوام عامل ازاي يا بنات؟ بصوا حتى لو ميلتيها كده او كده ولا بتدلق ولا صيصة ولا خفيفة ولا فيها اي حاجة. نوتيلا نوتيلا. شايفين اللمعة بتاعتها واللون والطعم، ما اقولكوش حكاية. اهو بصوا اللون جميل ازاي، تحفة. ولا تروحي تشتريها من السوبر ماركت تجيبيها البرطمان ب80 جنيه، ولا تروحي تجيبيه ب120 جنيه. اهو من عندك من البيت. انت المكونات الاول بتجيبي نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن بودرة، وتحطيهم على بعض في الطاسة على النار او في حلة نظيفة، وتقلبيهم على البارد الاول، واتنين نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. بالبندق، اهم حاجة بالبندق. لو انتي ملقتيش قهوة سريعة الذوبان بالبندق، ممكن من عند العلاف او العطار هتجيبي ريحة البندق، زي ريحة الكحك اللي بنجيبها في العيد كده، ازازة صغيرة كده اسمها ريحة البندق. هتجيبيها هتضيفي منها شوية كده قد معلقة شاي على الوصفة وانتي بتضربيها في الخلاط. المهم الخلطة دي هتاخديها تحطيها على النار وتقلبيها لحد ما تبدأ في الغليان، يعني ما سيبهاش تغلي، لا، يدوب تشقشق كده كأنها ايه، سخنت كويس. واروح شايلاها من على النار واروح ضايفة عليها ايه، 6 مكعبات شوكولاتة مبشورة. العبوة ب35 جنيه، هي 12 مكعب. هتحطي نصها بعد ما بشرتيها، تقلبيها على النار لحد ما تدوب خالص الشوكولاتة. بعدين تروحي طافية عليها وتسيبيها على جنب تبرد. تروحي بقى جايبة الخلاط وتضيفي فيه المكونات اللي هقولك عليها دي. هتجيبي مالي كوباية لبن، مالي كوباية، نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها المعيار الاولاني، هي الكوباية المج ام ودن العادية دي اللي في كل بيت. ماليها لبن، ماليها سكر، ماليها لبن بودرة، 4 معالق كاكاو، 1.5 معلقة كريم شانتيه، نص معلقة ملح. نضرب المكونات دي في الخلاط لحد ما تمتزج خالص وتبتدي تتقل. اضيف عليها كوباية زيت عباد الشمس، اضيف الزيت تدريجي لحد ما تتقل وقوامها يبقى حلو كده وماسكه نفسها. واجيب البرطمانات اللي مغسولة ومتعقمة واصب فيها النوتيلا، وبألف هنا وشفا يا حبايبي. الوصفة دي يا حبايبي انا شفتها اخت عاملاها على قناتها، اسمها صافية يحيى، او اسم القناة مطبخ صافية يحيى. تسلم ايديها الصراحة، كل وصفاتها جميلة وعجبتني، فانا حبيت اجربها بطريقتي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك واشتركوا في قناتي. السلام عليكم.